فإن من أعظم العبادات التي ينبغي أن نتقرب إلى الله جل وعلا بها عبادة الدعاء. وقد ذكر الله جل وعلا الدعاء بعد آيات الصيام، فقال جل وعلا: وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الملحين في الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام في الدعاء أنك تعطى به إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله جل وعلا لك، وإما أن يدفع عنك من الضر مثلها، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة. فالدعاء كله خير عباد الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول في الصائمين: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر، هذا في سائر يومه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فلا تحرم نفسك الخير، ادعو الله جل وعلا بخيري الدنيا والآخرة. وقد كان بعض أهل العلم يقول: استكثروا في رمضان من 4: 2 ترضي بهما الله جل وعلا، و2 تنجو أنت بهما. فأما الأوليان فأكثروا من لا إله إلا الله ومن الاستغفار، فإن لا إله إلا الله أعظم الكلام، وبها يجدد الإيمان، وبها يحطم إبليس ويذل ويقصر ويهان. وكذلك الاستغفار ولا تسأل عن فضائله. وكذلك 2 التي بهما تنجو بإذن الله جل وعلا، تسأل الله جل وعلا الجنة وتستعيذ به من النار. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما وأبدا يسأل الله جل وعلا الجنة ويستعيذ به من النار، فإن الجنة أعظم المطالب والنار هي أعظم المخاوف. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أكثروا من الدعاء عباد الله بخيري الدنيا والآخرة. ادعوا لنفسك ولوالديك ولأبنائك وزوجك ولخلانك وجيرانك، ولا تبخل عن إخوانك. فقد كان الإمام النووي رحمه الله يقول: كنا نستعين على إجابة دعائنا بالدعاء لإخواننا، فإن الله وكل بك ملكا إذا دعوت لإخوانك يقول ولك بمثل، ودعاء الملائكة مجاب، فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ادعوا الله جل وعلا أن الله يصلح لنا البلاد والعباد، ويرفع عنا ما حل بنا من الغلا والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. ادعوا الله جل وعلا أن الله يتقبل منا الصيام والقيام. ادعوا الله جل وعلا بخير الدنيا والآخرة، فليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وليس شيء عباد الله يجوب السماوات والأرض ويخترق السماوات إلى الأعالي مثل الدعاء. فما الذي يمنعنا؟ قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كم المسافة بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. ولا تظن أن الله يعجزه شيء، ولا تظن أن الله يعجزه شيء.